شوف، بدون مقدمات، هذا الفيديو اللي غنعرض عليكم دابا خصكم كلكم تفرجوا له من الاول حتى الاخر، لانه خطير. علاش؟ واحد السيد هذه سنين وهو كيكذب علينا وحنا متيقينه. البارح خرج خوه وكشف الحقيقه ديالو. خليكم مع الفيديو ونرجعوا الأسرة من ديالو بعد. كتدخل ولدو وبنته والسيدة ديالو كيدخلوا اخر مره دخلوا فوقاش؟ وكيجيو. آخر مرة يمكن غير في هذا العام هذا، ما عرفتش بالضبط. جاو في هاد العام؟ يمكن جاو والعام اللي فات سنويا كيجيو. الا هو. لا هو ما كيدخلش. وملي كتدخل اسرته كتواجه شي مضايقات؟ لا مرته ولا ما ولاد؟ كاينش نهائيا. حتى واحد ما كيبرز له؟ لا ما كاينش نهائيا. ما عمر شي واحد وقفهم لا في المطار ولا في كذا، زعما صراحة. ما عمر شي واحد وقفهم وكيجيو حتى عند. اولا اجي تعرفوا شنو هي الكذبه. سي هشام جيراندو هذه سنوات وهو كيروج على ان المخزن كيضيق عليه باش يسكتوا عن محاربه الفساد. مؤخرا لما تشدات اختو وراجلها وولادهم، قال لك راه تشدوا ظلما وعدوانا باش المخزن يلوي الذراع ديالو ويسكتوا عن محاربه الفساد. خوه هنا كيقول بان الاسره ديال ديال هشام جيراندو، مرته وولادو كيدخلوا كل سنه للمغرب. عمرهم تعرضوا للمضايقات ولا شي واحد تكلم معاهم لا في المطار ولا في المغرب من طنجة للقويرة حيت كيسافروا. السؤال المطروح، لو كان المخزن باغي يلوي الذراع ديالك هشام جيراندو، كان المفروض يشد مرتك وولادك، ماشي يمشي يشد اختك ونسيبك.